يا مساء الخير والورد والفل والياسمين على اجمل متابعين ليا في الدنيا. لو انت لسه مشرفاني جديد في القناه، انا اسمي اسماء من قناه سمكه وشهد. رمضان خلاص على الابواب، ولو انت عندك بانيه وشايلاه زي ما هو، تعالى اقولك بسرعه تعملي فيه ايه عشان خاطر ما يتفلش منك في التلج. هتروحي عند العطار هتجيبي منه خلطة كريسبي اللي هي الصفرة ديت. لو خشنة ماشي، لو ناعمة مفيش مشكلة. هتجيبي الخشنة وتطحنيها في الكبة. لو ما عندكيش كبة، اطحنيها حطيها في كيس بلاستيك كده، يكون كيسين جوا بعض وتضيقيها بايد الهون. بتطحن مفيش اي مشكلة. وهتجيبي عندك فيجيتار حراق وفيجيتار بارد. التلاتة دول بتجيبيها بنفس الكمية متساوية. يعني انا هنا جايبة من كل حاجة نص كيلو. ليه بقى؟ ان انا عندي الخلطة دي باخد اللي باخده منها وبشيل الباقي عندي في كيس كده وبحطه في درج التلاجة من تحت. تمام كده يا حبايب قلبي. انا هنا ما بضيفلهاش اي توابل خالص ولا اي ملح، ليه؟ ان الفيجيتار نفسه بيجي متبل وبيكون عليه الملح بتاعه. ان هو بيجي الفيجيتار ده بيكون متبهر جاهز وبيكون عليه ملح. هجيب عندي البانيه ده كان كيلو ونص من البانيه. غسلته كويس وصفيته. تمام. شوفي انت بقى بتغسليه بقى بتحبي تغسليه بايه واغسلي بيه. انا هنا غسلته كويس جدا وصفيته. وبعدين عصرت عليه ليمونة كاملة بتديها كده مزازة حلوة. ونزلت ايه بطلب بيضات. انا هنا هتبل كله مع بعض. والتوابل عندي عبارة عن فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة شطة، آه بهارات، فراخ. عندي بصل بودر وتوم بودر. تمام كده. انا ما حطيتش ايه ملح، ليه؟ ان عندي الفيجيتار بيكون متملح. تمام كده. هقلبهم كويس جدا في الفراخ وهسيبهم كده ايه قيمة ساعة. هجيب عندي الخلطة ديت احط فيها كده زي ما انت ارش كده في الطبق الفويل شوية. ليه برش فيه شوية؟ عشان خاطر البانيه ده لما باجي اطلعه عشان خاطر اقليه بلاقيه عرق مني. اللي انا بسيبه يفك نسبة 50%. لما بحط الطبقة ديت ما بيعرقش مني خالص. تمام كده. انا هنا هجيب البانيه هحطه في الطبق وهضغط عليه كويس جدا شمال ويمين عشان خاطر اللي انا اخليه ياخد كفر حلو من من الخلطه ديت اللي هي خلطه الكريسبي مع الفيجيتار الحراق والبارد. هخلص عندي قطع البانيه بقى وافضل لازم وانا بعملها اقلب فيها شمال ويمين واضغط جامد جدا بكلوة ايدي كده. اما بعمل كده عمر الكفر ما يفك منك خالص وانت بتحمري. استحالة اللي هو يفك. والخلطة دي حلوة جدا، من احلى الخلطات اللي انت ممكن تعمليها وتحمري فيها تحمري بيها البانيه. عمر الكفر معاكي ما يفك خالص. هجيب شوية كده وما بين كل طبقة وطبقة هرش شوية من خلطة الفيجيتار ديت. بصي بقى، انا هنا حطيت في كل طبق نص كيلو. تمام. ان انا وقت محتاج اطلع على طول كده هيبقى سهل اللي انا اطلعه واحمره اسيبه يفك نسبة 50%. واقوم ابتدي اللي انا احمره. دول عشانهم في الفريزر ينفعوني فين؟ في رمضان. لكن اللي في الصينية ده انا هحمره. بصي بقى، وعملت جنبيه شوية مكرونة سباكيتي. لما تيجي تحمري الحاجة يا ريت تطلعيها في مصفى عشان خاطر ما لو فيها اي زيت او حاجة او تبقى مقرمشة تفضل محافظة على القرمشة بتاعتها. بصي هنا البانيه مش شارب زيت خالص، ليه؟ ان الكفر بتاعه حلو. وبصي قطعة البانيه من جوه بيضة. بصي الكفر انا بوريهولك مش سايب خالص قطعة البانيه، واستحالة ان يسيب قطعة البانيه ولا يفك منك. طعمه حلو جدا. تعالي بقى نعمل شويه المكرونه كده اقول لك انا عملتها ازاي. سلقت مكرونه. الميه لما غليت حطيت فيها ملح وزيت ونزلت بكيس المكرونه. بعدين جبت حله تانية نزلت فيها بشويه زيت وفصين توم كده وحمرتهم. وبعدين ضفت لها شويه خل. بعدين جبت كيس طماطم اللي احنا كنا مفرزينه قبل كده في الفريزر. دي بقى فايده التفريزات.
جاية بقى مستعجلة من الشغل، جاية مش عارفة تعملي فطار ايه، كنت في مشوار بره ومزنوقة، اسهل فطار ممكن تعمليه للصائم هي شوية المكرونة والبانيه. انا هنا نزلت بكيس الصلصة اللي هو الطماطم اللي احنا مفرزينها، ونزلت بمعلقة ايه صلصة، ان هنا الطماطم ما كانتش عندي حمرا ايه كفاية. هحط التوابل بتاعتي عبارة عن ايه، ملح وفلفل اسود ونص معلقة سكر فقط لا غير. انا ما بحبش على المكرونة انواع توابل كتير، هو اللي بستكفي بالملح والفلفل الاسود. هغطيها واسيبها بقى لما ايه تتسبك خالص والكيس الطماطم ده يسيح. عندي الطماطم ملحوظة اقولك عليها، قصدي المكرونة لما تيجي تصفيها، اشطفيها بشوية مية ساقعة، وهيكون فيها ايه بقى نسبة سخونية، يا ريت حط لها معلقتين زيت وقلبيها كده، هتفضل مفلفلة معاكي، وحتى ما تحطيها في الصلصة هتبقى مفلفلة معاكي وجميلة جدا. انا هنا كنت ضفت الفلفل الاسود والملح ونص معلقة السكر بس كده، وهسيبها لحد ما تتسبك وتتقل، وبعدين هحط فيها المكرونة واقلبها. اسهل فطار ممكن تعمليه على الايه في رمضان. ويا رب يحسن ما بين ايديا وايديكوا جميعا يا رب العالمين.